السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده زي ما احنا شايفين كده قدامنا قمر جمال كده ملوش نهاية. هنعمل ايه يا هنود؟ هنعمل وصفة سهلة وبسيطة وبنروح ناكلها في المحلات بأسعار عالية قوي. تعالوا بمكونات زي ما احنا شايفين: لحمة، معانا خضروات، بصل، طماطم، فلفل حراق، بقدونس. هاخد الأوراق بتاعته بس. اللحمة بتاعتنا نص كيلو، والله غرقنا. عايزة اقول لكم كان عظمة. دي بنتي بت... بتظهر ابداعها وجمالها بالوصفه، يعني هي بتحب الاكله دي. طب اكلتنا ايه يا هنود اللي انت عماله تتكلمي عليها؟ هناكل النهارده حواوشي. بصوا يعني فرحانه ان هي هتاكل الحواوشي. بتقول لي يا ماما من ايديكي بيبقى عظمه. ربنا يخليها يا رب وبالف هنا وشفا عليها هي واخوها وباباها. تعالوا بقى نقول الوصفه بتاعتنا ومكوناتنا هنعمل بيها ايه وازاي، وكل خطوه هنعملها ايه. ما ينفعش خطوه قبل التانيه. ومعانا البقدونس بتاعنا اهو زي ما احنا شايفين اخضر وجميل. هناخد الاوراق بس بتاعته، مش عايزين الفرع بتاعه. والعيش البلدي المصري الجميل بتاعنا هو الطري ولذيذ. وخطواتنا سهله وبسيطه. اهم حاجه اقول لكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من مطبخي يوصل لكم. ويلا بينا بقى نخش على الوصفه القمر بتاعتنا دي. يلا بينا ونقول ايه، ونقول بسم الله. معانا الطماطم الاموره بتاعتنا اهي، احنا خدنا منها الميه، عايزين الجلد بس عشان ما اعملش سوائل في قلب اللحمه والعيش يبوظ مني. هنحط بقى الطماطم وهنجيب بعديها البصل والفلفل. تمام، وهنحطهم معانا في الكبه بتاعتنا. بصوا البصله يعني انا رفقا بالكبه بقطعها ارباع. وادي الفلفل الامر الحراق بتاعنا اللي هيخلي الحواوشي بتاعنا عظمه على عظمه. تمام يا حبايبي، الخطوات دي سهله جدا وبسيطه، وفي العشاء بالليل ممكن تعمليه، هيعمل احلى واجب معاكي. وادي البقدونس زي ما اوريكم اخدنا الاوراق بتاعته، مش عايزين الفرع اللي هو بيبقى فيه الزهره بتاعه البقدونس، لا. والتوابل بتاعتنا ايه يا هنود؟ مفيش اي توابل، حبه ملح وحبه فلفل ورشه بسيطه لو موجوده عندك من السبع بهارات او توابل الحواوشي اللي هي بتتجاب جاهزه. مفيش، يكفي جدا الملح والفلفل. احنا بنعمل حاجه عظمه، مش بنداريها بتوابل. تمام، هنحطهم بقى مع بعض وهنضربهم في الخلاط ضربه محترمه. محترمه يعني محترمه بجد، يعني مش هنخليها مكعبات زهره، لا. انا هوريكم ازاي نوصلها للحجم اللي احنا عايزينه. بصوا دي اول ضربه، هطلعها لكم كده. بصوا حبيبات الطماطم وقطع البصل باينين، لا انا مش عايزه كده، انا عايزاها ناعمه. طب ما هي الناعمه دي هنود هتبوش العيش، لا لا لا، اوعي تقولي كده. العيش اصلا الحاجات دي مع اللحمه كلهم بيبقوا بيمسكوا بعض. وما تحطيهم في العيش يا دوبك سن العيش بيطرى، اللي هو بقى تاكليه مش ناشف كده ومقرمش، مش عارفه اصلا انت بتاكلي ايه. تمام، هنجيب بقى اللحمه بتاعتنا زي ما احنا شايفين وهنضيفها على الخليط اللي احنا عملناه. حاجه عظمه، مش هياخد منك وقت. قومي يلا تشجعي وقومي اعمليه. اهو زي ما احنا شايفين اهو، حطينا اللحمه المفرومه وهنضربها. شفتوا فاكرين الكفته المشويه اللي احنا عملناها وقلنا بيبقى فيها خيوط؟ انا عايزه الخيوط دي برضو تكون في الحواوشي، هي اللي بتخليه متماسك وجميل جدا جدا مع في العيش. تمام يا حبايبي، وعايزه اشكر اللي بيدخلوا لي في التعليقات وبيقولوا لي احنا فعلا يعني في رجاله بتبقى مغتربه بيقولوا لي الفيديو احنا مشينا وراه خطوه بخطوه والوصفه طلعت ممتازه. شكرا ليكم وتسلم ايديكم، لولا ان انتم مخلصين وبتتابعوني الوصفه هتطلع حلوه معاكم. شكرا ليكم بجد. اهو بصوا اللحمه بقى بتاعتنا انا ضربتها في الخلاط. هوريكم بقى الحبيبات او ال الخيوط اللي بتبقى في اللحمه. بصوا اهي شايفينها. انا كده خطوتي ممتازه ووصفتي ممتازه. يلا بينا بقى نكمل بقيه الوصفه بتاعتنا، نعملها بخطوات كده بسيطه وتركايه بسيطه هنعملها في العيش، هتخلينا الحواوشي بتاعنا في مكان تاني خالص، يعني اكنه راح الساحل. تمام، اهو بصوا الخلطه باينه فيها الخضره وبين الطماطم بس بكميات باحجام بسيطه جدا. هناخد بقى العيش القمر بتاعنا اهو. بصوا انا فتحته من الجنب. اي يعني اي طريقه للعيش انت بتستخدميها تمام هي ناجحه معاكي. انا بفضل ان انا افتحه من هنا. في حد بيمسك الرغيف يقسمه من النص، لا انا بحب قوي ان انا اعمله زي بوابه كده من النص ومش بنزل للاخر. لو نزلتي للاخر بصوا النص بالظبط، لو نزلتي للاخر هو هيبوش منك في ما تحطش اللحمه ويتفرفت، مش هيبقى ماسك معاكي. فاحنا كاننا عاملين لنا بوابه صغننه كده ندخل منها اللحمه علشان خاطر اعرف اوزعه. تمام، سهله ما فيهاش اي حاجه هي وجميله زي ما احنا شايفين كده. بصوا بكل بساطه وسهوله
هنفتح العيش كله بقى، واحسن حاجه تعمليها حضري العيش بتاعك كله مره واحده وافتحيه كله مره واحده، بحيث ما تبقاش ايديكي مطرح اللحمه وتمسكي رغيف تاني تفتحيه فهيبوش منك. لا انا جمعته اهو كله مره بعضه، وقسمت قطع اللحمه عشان تكون كلها متساويه على قد العيش اللي معايا. بصوا يا جماعه كميه اللحمه اللي احنا عملناها هتعمل لنا كام رغيف، كلنا وشبعنا وحبايبنا كمان كلوا معانا. بصوا قطعه اللحمه حجمها اللي جوه العيش حجمها مش وحش، كانت ماليه العيش جدا جدا جدا. تمام يا قلبي. اهو هنحط بقى ونوزع العيش، وزعي وزعي، انت بتحطي من بيتك، انت مش شاريه عيش من بره. بصوا كله مليان على الاخر. اهم حاجه بقى في الحواوشي ما تخنيهوهاش قوي قطعه اللحمه في العيش عشان تنفع تستوي. امليه وخليه محترم، بس ما تخليهوش قطعه اللحمه كبيره قوي قوي جوه، يعني اوفر لا هتبقى نيه وما استفدتيش حاجه. انا عملت في الرغيف الاولاني اللي هي الحركه اللي انا قلت لكم احنا هنعمل حاجه كده بصوا يا جماعه الزبده، انسوا طعم الحواوشي بعد الحركه دي. جيبي الزبده وتدهنيها في العيش من جوه، وبعد كده تحطي اللحمه. اعملوها وعلى ضمانتي هتعجبكم جدا جدا جدا. تمام. وهنحط كمان من على الوش من فوق، بس بعد ما نخلص ده كله واحنا بنحطه على الصاج عشان يستوي في الفرن هنديله كده ايه بالفرشه رشه زبده. تمام. اهو هعمله وهعمل معاكم واحد تاني حاجه كده عظمه. هنجيب الزبده بتاعتنا، بصوا بالفرشه ما تكتريش عشان ما يبقاش دسم قوي. الزبده بقى عايزه اقول لكم حاجه كده يعني من فاخر من الاخر. تمام يا حبايبي. اهو هنجيب قطعه اللحمه بتاعتنا. بصوا بقى السوائل الزياده لما انا قسمت اللحمه هي نزلت بره ازاي في الطبق. دي برضو حاجه كويسه ان انا خلاص قطعه اللحمه بتاعتي اللي بحطها في الرغيف ما فيهاش اي سوائل. تمام. ادي الرغيف بتاعنا القمر اهو جميل. هخلص بقى كل العيش دوت وارجع لكم تاني. ايه ده انا رجعت بسرعه اهو. بصوا بقى، بصوا القمر، بصوا يعني هو بيتحدث عن نفسه. بص الجمال ووزن الرغيف محترم، عكس بره انت بيجيبيه يا دوبك متلحس. انا هنا بقى تعالوا بقى نعمل الوصفه. هنشوف احنا هنسويها ازاي. انا جبت ورق زبده حطيته في الصاج بتاعي، وحطيت العيش بتاعي وزعته كويس قوي. ما ينفعش يبقى فيه عيش مش مرتاح في التسويه، او انت حطاه بطريقه مش كويسه ان هو ايه يبقى حته مستويه وحته لا. خلاص رشيت اهو الزبده بتاعتي. بصوا مسحه بسيطه خالص كده من على الوش علشان خاطر العيش بتاعنا ما يطلع من الفرن ما يبقاش ناشف. تمام. ولاحظوا ان انا مش حاطه من تحت اي دهون في الصاج، لان انا حاطه في العيش وحاطه من فوق ومن تحت، فكده كفايه قوي قوي قوي. يا رب الوصفه تكون عاجباكم، وادام وصلتوا لغايه هنا اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل جديد من عندي يوصل لكم. ايه هنود الطبق القمر ده؟ ايوه القمر ده اللي بيغسل بقى ايه الاكله بتاعتنا. هنعمل طبق سلطه ما حصلش، يعني اعظم من اعظم محلات بره، ومكوناتنا بسيطة، والتوابل بتاعتنا 3 معالق زي ما احنا شايفين، ومعانا عصرة ليمونتين، ومعانا خل. تمام. هننزل بقى بصل قطعينه قطع صغيرة زي ما احنا شايفين كده، جوانح صغيرة مش كبيرة، وطماطم وبقدونس. ايه الجمال ده يا هنو؟ طب هنعمل الخطوات دي ازاي؟ تعالى اقول لكم. هي اي سلطة؟ لا مش اي سلطة. هنحط البصل بتاعنا وهنحط عليه شوية سماق. السماق ده بيخلي البصل بتاع السلطة في منطقة تانية خالص. اسمه ايه؟ اسمه سماق. هنحطه على البصل، ومعانا معلقه كمون، ومعانا حبه ملح. هندلع البصل بتاعنا اخر دلع عشان ناخد طعم زي الفل. هنمسك بقى التوابل اللي احنا حطيناها دي على البصل وهنقلبه. انا ماسكه الاسباتيلا بس انا دماغي مش حاسه ان انا مرتاحه. لازم الوصفه دي ان احنا نفرم البصل بايدينا كده، نفضل نفرم بيه بايدينا ندعكه. بصوا ايوه انا كده انا رجعت لطبيعتي يا ناس. امسك البصل كده. طب ليه الحركه دي يا هنود ما كنتش عملتيه بالسباتولا؟ لا يا جماعه انا عايزه انزل الميه اللي جوه البصل عشان تكون صوص في السلطه نفسها. فهمتوا ليه انا بعمل كده؟ يا رب تكون خطوات جميله وسهله وبسيطه وتعملوها وتدعوا لي. بصوا بقى انا عايزه اوريكم الميه اللي بتطلع من البصل. بصوا شايفين عامله ازاي؟ هي دي بقى سر السلطه. بعد ما دعكناها المفروض ان احنا سيبيه ربع ساعه، يعني اي كان الوقت اللي انت قادره تسيبيه فيها. انا ما كانش عندي وقت فرحت نازله على طول بالبقدونس وبالطماطم والفلفل الحراق اللي هيخليها مولعه نار.
تمام يا حبايبي، احلى سلطه لاحلى وصفه، وصفه الحواوشي اللي هي ان شاء الله باذن الله هتعجبكم، ولما تعملوها هتدعوا لي. وهنقلبها كويس جدا جدا. هنيجي بقى بصوا القمر يا جماعه، هي مش محتاجه حاجه تانية، هي تتاكل كده اصلا، بس عشان انا بحب معاها ميه زي بره هنزود حبه حاجات. هنا معانا الليمون بتاعنا، ليمونتين حلوين كده محترمين، ومعلقتين كبار خل او معلقه كبيره خل. وبصوا دي ميه ساقعه، مش ميه من الحنفيه ساقعه، هي كانت الكوبايه مشبره بس انا مسحتها. هنحط بقى الميه الساقعه دي هنقلبها مع السلطه بتاعتنا علشان تخلي طعمها حاجه واو. لو انت في وقت لسه عم خلصتي السلطه ولسه الحواوشي بتاعك ما استواش، بصوا التشبيره بتاعت الميه اهي، ميه ساقعه. لو في وقت بعد ما خلصتي السلطه والحواوشي بتاعك لسه في الفرن بيستوي، حطيها في التلاجة. بصوا يعني اختراع من الاخر. انا بقى زودتها ايه، بصوا المعلقه اصلا صغنونه، اخدت نص معلقه من الصلصه. لو عندك صلصه انت مسبكاها بس من غير بصل طبعا ولا توابل والحاجات دي كلها، او معلبات اللي هي الصلصه الجاهزه. وهنقلبها كويس قوي 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 مع السلطه بتاعتنا. بصوا هي مش عايزه كلام يا ناس والله، يعني طبق السلطه ملحقش ان هو ساعه، يعني انا عملته وركنته على جنب كان بيتاكل منه. شفتوا فرحه بنتي في الاول دي كانت عشان الطبق ده والحواوشي، يعني انا لو قلت لها هعمل لك ديك رومي ما كانتش هتفرح الفرح ده. تمام يا حبايبي اهو. الله، ايه الكلام القمر ده، ايه الجمال والقمر ده. هو انا فتحت محل بتاع دهب. بصوا جمال لون العيش الدهبي الجميل. بصوا بقى اللحمه بتاعتنا والفلفل عمالين يزغرطوا جوه ازاي. هي دي الوصفه الصح. بصوا العيش بتاعنا لا غامق ولا محروق، ولا التوابل اللي بتتحط جوه اللحمه كتير مغمقه العيش اللي احنا بناكله. العيش كان عايز يتاكل اكل. تعالوا بقى بينا نعمل خطوه مهمه. اول ما العيش يطلع من الفرن، نفس الفرشه اللي عملنا بيها بالزبده بس المره دي ميه، وهنجمعهم كلهم في كيس بتاع الطعام او اي شنطه عندك، يا دوبك دقيقتين بس عشان يكون طري وجميل. بصوا زي ما احنا شايفين ايه القمر ده، ايه الجمال ده. وعملنا معاهم شويه شيبسي كده على الماشي، والسلطه بتاعتنا والفلفل الحراق. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب تكون الوصفة عجبتكم وتكون سهلة وما كنت تقيلة عليكم في الفيديو، واشوف تعليقاتكم الجميلة اللي بتنورني، واللايكات والشير والاشتراك بالقناة والكومنتات بتاعتكم اللي بتسعدني وبتفرحني وبتخليني اي وصفة جميلة عندي حتى لو كانت سهلة، حتى لو 100 قناة عملتها، ان انا اعملها على قناتي عشان حبايبي يشوفوها. يا رب يا رب تكون الوصفة سهلة وسريعة وفيها تكات بسيطة. ان شاء الله هتطلع الوصفه معاكي زي الفل والقمر كده، وتسلم ايدك وتسلم ايد كل واحده عملتها بالوصفه بتاعتي. اسيبكم على خير، مع السلامه، ونتقابل في فيديو جديد. باي باي.